ووقفت قدامه وانا مش قادرة ابص في وشه، وقلت له بكل ضيق: بقول لك طلقني، طلقني يا مروان، انا مش هعيش معاك يوم واحد بعد اللي عملته فيا. بصلي وهو حزين وقال لي: برضه مصممة على قرارك يا مروة؟ انت عارفة انه ما كانش بايدي ولا حتى كنت في وعي. طب اديني فرصة واحدة وانا هعوضك فيها عن كل اللي شفتيه. قلت له بعصبية: ولا فرصة تانية ولا تالتة، انت ليه مش قادر تفهم؟ مش قادر تفهم اني مش قادر اعيش معاك، مش قادر ابص في وشك، مجرد بس لما ببصلك بفتكر اكتر موقف كسرني وكسر قلبي وجرحني. انا ما كنتش استاهل منك كده ابدا. قال لي بحزن وهو بيحاول ما يعيطش قدامي: طب عشان خاطر عيالنا مازن وليلى فكري فيهم. طب ليه يعيشوا في أسرة مفككة؟ فكري في مستقبلهم وفي نفسيتهم عشان خاطري يا مروة. اديني فرصة واحدة بس، فرصة واحدة عشانهم. بصيت له بضيق وخدت هدومي وعيالي ومشيت من البيت وسبته. أعرفكم بنفسي، أنا مروة من عيلة بسيطة ومتحفظة شوية. أنا البنت الوحيدة لأهلي، من صغري وأنا متربية مع جارتنا سارة. سارة جارتي من زمان جدا، مش بنتعامل مع بعض على إننا جيران، لأ ده احنا أكتر من الأخوات، مفيش فرق ما بينا أبدا. كنت بقضي معظم وقتي عندها وارجع على بيتنا بس على النوم. أهلنا كانوا مطمنين لأننا بمعنى أصح أخوات، كبرنا سوا وتربينا، عشنا طفولتنا مع بعض. كانت طفولة بريئة وحلوة قوي لحد ما دخلنا الثانوية. بدأت أحس إن سارة متغيرة شوية، بدأت تصاحب بنات مش شبهنا ولا شبه تربيتنا. كتير قوي كنت بنصحها إنها تبعد عن الصحبة السوء. كانت ترد عليا بضيق وتقولي: يا مروة أنا ماليش دعوة بيهم، هم أصحابي وكل حاجة، لكن أكيد مش هعمل الحاجات الغلط اللي هم بيعملوها. كنت بتعصب عليها وبقول لها: يا حبيبتي الصاحب ساحب، هتلاقي نفسك بتمشي في طريقهم واحدة واحدة وانت مش حاسة. الشيطان هيجرك بالتدريج، مش هيجي يقولك يا سارة اعملي المعصية دي، لا كل حاجة بتبدأ بالخطوات، وانا عشان بحبك بنصحك. كانت قاعدة ماسكة التليفون بلا مبالاة ومش مدية لكلامي اي اهتمام. كنت بزعل عشانها قوي، وللأسف كنت بسكت عشان بحبها. وفي يوم كنا رايحين المدرسة سوا، لمحت جارنا بالصدفة نازل، كان رايح تقريبا مشوار. معرفش ليه وقتها قلبي دق، حسيت ان عيوني بتطلع فراشات، وشعور غريب انا اول مرة احس بيه. كنت مستغربة نفسي قوي، هو انا مالي مش على بعضي كده ليه؟ سارة لاحظت عيوني وتوتري وقالت لي بضحك: ايه يا مروة هانم يا بتاعت النصايح والصح والغلط، مالك اول ما شفتي جارنا وشك اتخطف كده ليه؟ قلت لها بكسوف: انتي بتقولي ايه؟ شكلك كده بيتهيألك حاجات غريبة، ما انا ماشية جنبك اهو، ما بصيتش على حد. بصت لي في عينيا وهي بتضحك لي وبتقولي: ماشي يا مروة هعديها. وسكتت. وقفنا كلام ورحنا المدرسة وخلصنا وروحنا البيت، ويا دوبك صليت وخدت كتبي ورحت اذاكر عند سارة. واحنا بنذاكر تليفونها رن، كنت مستغربة مين اللي بيرن عليها. ردت وهي بتتكلم بصوت واطي وبتقول: ايه يا روحي، وحشتني خالص، كده ما تسألش عليا النهاردة، قلقتني عليك. كنت بصلها وانا متضايقة من تصرفاتها، لاحظت من عيوني اني متضايقة، فقالت له بهدوء: بقولك ايه يا حبيبي، انا مضطر اقفل دلوقتي، بعمل بس شوية حاجات في البيت، وبالليل هكلمك زي ما اتفقنا. وقفلت معاه. قلت لها بعصبية: مين ده يا سارة؟ انت مش هتبطلي الحاجات اللي بتعمليها دي؟ ما قلتلك صحابك دول مش هيجي من وراهم غير المشاكل والهم. ردت ببرود وقالت لي: اهدي، في ايه؟ ده زميلي محمد، اخو صاحبتي رضوى، احنا زمايل بس مفيش ما بينا حاجة، بيطمن عليا واطمن عليه مش اكتر، ما تكبريش بقى الموضوع. قلت لها بخنقة: انا بكبر الموضوع برضو؟ هي ازاي اصلا تخليكي تكلمي اخوها؟ يا بنتي قلتلك 100 مرة بعيدي عنهم، لما هي مش كويسة اخوها هو اللي هيكون محترم قوي يعني. قالت لي: اه محترم، وما تقوليش عليهم كلمة وحشة، وبعدين كل البنات بتعمل كده، انتي بس عشان ما جربتيش مش حاسة بالشعور اللي انا فيه. ما تجربي يا ستي تكلمي جارنا مروان، هتخسري ايه يعني؟ خصوصا انه باين من عيونك انك معجبة بيه.
بصيت لها بكسوف وتوتر وقلت لها انت باين جرى لعقلك حاجة. انا اكلم مين؟ جرنا ايه وبتاع ايه واكلمه ليه؟ اصلا انا مش مقتنعة باللي انت بتعمليه، ثم ان ده حرام، عايزان اغضب ربنا. قالت لي بهدوء يا ستي ما تكبريش الموضوع، هو انا بقولك روحي اعملي حاجة غلط؟ ده انت هتكلميه، هتعرفي حتى مشاعرك اتجاهه ايه. مش بدل ما يحب واحدة غيرك ويتجوزها وانت بتحبيه، ساعتها بقى هتعملي ايه؟ قلبك هيتكسر، ولو لحقتي الدنيا في وقتها كده هيبقى ليكي. اسمعي كلامي وانت مش هتخسري ابدا. قلت لها بعصبية ممكن تسكتي وتقفلي الموضوع ده؟ انا جاية عشان اذاكر، الامتحانات خلاص الاسبوع الجاي، خلينا نذاكر ونلم الدنيا. سكتت وهي متضايقة من كلامي ورد فعلي، وخلصت المذاكرة ورحت البيت. ساعدت ماما في شغل البيت ودخلت اوضتي. دماغي فضلت تفكر في كلام سارة، هو ممكن فعلا يتجوز حد غيري؟ ما هو ما يعرفش اني بحبه، هيتجوزني ازاي بس؟ طب ما اقوله اني بحبه او حتى اني معجبة بيه واعمل له بلوك بعدها عشان يعرف بس اني بحبه ومش عايزة اتكلم في السر. وفضلت دماغي تفكر وسرحت وما حسيتش بالوقت خالص. لقيت نفسي بمسك التليفون وبكتب اسمه، وفجأة أذان الفجر أذن. حسيت انه وقفني في الوقت المناسب. للحظة أدركت اني كنت خلاص على وشك الغلط. أنا ازاي كنت هعمل كده؟ استغفرت ربنا كتير قوي، اتوضيت وصليت الفجر وانا بدعي ربنا يقف جنبي دايما ويهديني للطريق الصح. وعدت فترة الثانوي، كانت علاقتي أنا وسارة مذبذبة بسبب التهور اللي هي فيه. الحمد لله يوم نتيجة الثانوية العامة جبت مجموع كويس وجالي كلية التجارة، ولأن مجموع سارة ما كانش عالي فجالها معهد. أهلها فضلوا يزعقوا على استهتارها طول السنة، لكن الحقيقة هي ما كانش فارق معاها مستقبلها ولا التعليم كان في دماغها ولا حتى كان من ضمن رغباتها. وافترقنا بحكم ان جامعتنا مختلفة عن بعض. عدت الايام واتخرجت من الجامعة بتقدير جيد جدا، كنت فخورة بنفسي وبتفوقي. كان عندي طموح ان اشتغل واطور من نفسي اكتر من الاول. قدمت على كورسات كتير قوي عشان يبقى السي في عندي مناسب لأي شغل هقدم فيه، والحمد لله توفيق ربنا ليا كان كبير قوي. شفت اعلان بالصدفة طالبين موظفين، جهزت الورق والسي في بتاعي وتوكلت على الله. كنت مرعوبة قوي وقلبي مقبوض، ما كنتش عارفة الخوف اللي انا فيه ده من ايه. عشان اول مرة اشتغل ممكن كنت بحاول اهدي نفسي على قد ما اقدر، ورحت الشركة وعملت الانترفيو ودخلت للمدير. والمفاجأة هنا كان مين؟ كان جارنا مروان. وشي احمر من الكسوف والصدمة ولاحظ توتري، فقال لي بهدوء تعالي اتفضلي ارتاحي، اجيب لك حاجة تشربيها؟ قلت له بتوتر لا شكرا لذوقك، مش عاوزة. بصلي بصة طويلة وهو بيحاول يفتكرني، وبعد ثواني قال لي مش انتي بنت الأستاذ كمال؟ قلت له أيوة أنا بنته. فرح جدا وقال لي بابتسامة فعلا زي ما توقعت، ملامحك زي ما هي متغيرتش، نفس ملامح الطفولة. كنت بشوفك كتير قوي وانت رايحة المدرسة. شوف الصدفة السي في بتاعك ممتاز، وان شاء الله هتشتغلي معانا من بكرة لو حابة. كنت مبسوطة جدا اني اتقابلت في الشركة، ومبسوطة بالصدفة الجميلة اللي جمعتني بيه تاني بعد السنين دي كلها. وبدأت اشتغل في الشركة، والحمد لله في وقت قصير قدرت اترقى في شغلي. كنت بجتهد فيه على قد ما اقدر، كنت مبسوطة قوي بحياتي وبالنجاح اللي وصلت له. قعدت سنة ليا وانا في الشركة، كنت بلاحظ كتير نظرات مروان ليا، ما كنتش بديله اي اهتمام، كنت بركز في شغلي وبس، مش عايزة ادخل في اي طريق وانا مش قده. وفي يوم خلصت شغلي كالعادة وكنت بلم حاجتي عشان اروح، لقيت صوت من بعيد بيقولي استني يا مروة انا عايزك. بصيت قدامي لقيت المدير مروان. قلت له اتفضل يا فندم، محتاج حاجة؟ قال لي بابتسامة فندم ايه بقى، الشغل خلص خلاص، قوليلي يا مروان عادي. بصيت له باستغراب وقلت له حضرتك كنت عاوزني في حاجة؟ قال لي بإحراج كنت عايزة أوصلك يعني، بما إن طريقنا واحد، وأعزمك على نسكافيه لو حابة يعني. بصيت له بضيق وقلت له أظن تعامل حضرتك معايا في حدود الشغل وبس، وبره الشغل انت جاري لا أكتر ولا أقل، ومفيش بينا صلة تخليني أركب معاك العربية واخرج كده في أي مكان.
انا اسفة يعني، ممكن حضرتك تشوف حد غيري، انما انا لأ، وعن اذنك. وسبته ومشيت. كان مستغرب قوي من رد فعلي، بس انا كنت مبسوطة بنفسي عشان بحط حدود ما بيننا في التعامل. وفي يوم كنت اجازة وقاعدة في البيت، لقيت الباب بيخبط. فتحت الباب، دخل عليا بابا وهو مبسوط وبيقول لي: عايزك يا حبيبة بابا في موضوع. كنت مستغربة، موضوع ايه اللي بابا عايزني فيه، وايه اللي مخليه مبسوط قوي كده؟ قعدت انا وماما مستنيين بابا يتكلم، وبدأ يتكلم وقال بفرحة: مروان طلب يقابلني النهاردة، وأصر إني معرفكيش حاجة، ولما رحت طلب إيدك مني وقال لي: ونعم التربية يا عم كمال، ومش هلاقي أحسن من بنتك أتجوزها، ولو وافقت هيبقى أمي دعيالي، وبجد هجيب لها كل اللي هي تؤمر بيه. ساعتها الفرحة ما كانتش سايعاني، كنت مبسوطة جدا إنه تقدم لي وربنا جمعنا ببعض من غير أي تدخل مني. وصليت استخارة والحمد لله ارتحت، واتخطبت في وقت قصير، واتجوزنا والحمد لله. اتجوزت حبيب عمري واكتر راجل اتمنيته في الدنيا. لاحظت طول فترة خطوبتي وحتى لما اتجوزت كانت سارة متغيرة معايا جدا. كانت بتحاول تبتسم وتبين انها مبسوطة. كنت بسألها كتير: مالك يا سارة، وليه بقيتي متغيرة معايا كده؟ كانت بتتهرب من سؤالي وبتتحجج انها تعبانة بس مش اكتر. ما كنتش مقتنعة بكلامها، بس سبتها على راحتها. وبعد جوازي ب5 شهور اتخطبت لابن عمها. كنت مبسوطة ليها جدا ان ربنا كرمها، وفي نفس الوقت حسيت بتعب وما كنتش قادرة اقف. استأذنت منهم ومشيت، وانا مش هاين عليا اسيبها في يوم زي ده. مروان خدني ورحنا نكشف على طول، والمفاجأة هنا ان طلعت حامل. والفرحة كانت فرحتين، لان انا حامل في توأم. جوزي عيط من الفرحة وفضل يحضني ويحمد ربنا على كرمه لينا. طول فترة حملي سارة ما جاتش عندي خالص. اعذرتها وقلت يمكن التجهيزات واخدة وقتها، والحمد لله مروان وماما وحماتي كانوا دايما معايا. عدت شهور الحمل بصعوبة، كنت تعبانة فيها جدا، والحمد لله ولدت على خير وجبت التوأم مازن وليلى. كنت مبسوطة ومش مصدقة نفسي إن شايفة عيالي لأول مرة قدام عينيا. وخرجت من المستشفى ورحت البيت، لقيت سارة جاتلي وهي مبسوطة وبتعتذرلي إنها قصرت معايا الفترة اللي فاتت، وقالت لي بفرحة: مش هتصدقي يا مروة، أنا خدت الشقة اللي قدامك، والحمد لله كانت متوضبة وجاهزة، ومش ناقصة غير إن العفش والجهاز يتحط فيها، وفي أقل من شهر هنكون جهزنا كل حاجة وعملنا الفرح. اتبسطت ليها جدا، خصوصا انها تيجي تسكن قدامي ونرجع ذكرياتنا تاني سوا. دعت لها ربنا يتمم لها على خير يا رب في حياتها. وبعد لما المدة خلصت، سارة جهزت شقتها واتجوزت. بحكم انها عروسة ما كانتش بتخرج كتير ولا بتيجي عندي، وانا نفس الكلام ما كنتش بروح عندها عشان اسيبها على راحتها. وبعد كام شهر جوزها سافر، وبعدها بدأت تيجي عندي باستمرار كل يوم. كنت بلاحظ كتير انها بتتعمد تيجي في الوقت اللي جوزي موجود فيه، وبتبقى لابسة لبس مبين كل تفاصيل جسمها، وبتفضل طول القعدة تهزر وتضحك معاه. كنت بتضايق وكتير قوي كنت بشك فيها، بس كنت ارجع واقول: دي سارة، عمرها ما هتغدر بيا ولا نيتها هتكون مش كويسة. وفي يوم كنت قاعدة على التليفون، جاتلي رسالة من صفحة على الفيس: بيجي بيبيع انتيكات بسعر رخيص جدا وشكلها يخطف اي حد، وخصوصا اني بعشق التحف والانتيكات من صغري. ما ترددتش وطلبتها على طول، وفي اقل من يومين كانت جاية وكنت مبسوطة بيها جدا. وحطيتها على الترابيزة، ومن يومها وانا بدأت الاحظ حاجات غريبة قوي كانت بتحصل معايا. كوابيس مرعبة، حاجات بتختفي من البيت. بقيت مخنوقة وحاسة بطاقة سلبية جدا في البيت، ما بقيتش طايقة العيال ولا جوزي. وفي نفس الكلام مشاكل كتيرة قوي كانت بتحصل ما بينا، وفي اخر مشكلة ما بينا اتخانقنا جامد، وقررت ان اسيب البيت والم هدومي واقعد عند ماما. ما كانش فارق معاه حاجة وسابني امشي، فصممت على رأيي ومشيت عشان يحس بقيمتي. وفات شهر وشهرين و3 وهو ولا حس ولا خبر. كنت مصدومة فيه جدا، حتى لو اتخانقنا ده يخليه يبعد عننا طول المدة دي وما يحاولش يرجعني. ويشاء القدر في يوم ان بنتي تتعب
بصيت في الشنطة على العلاج، لقيتني ناسيها في البيت، والوقت كان متأخر والصيدليات كلها مقفولة. لبست ورحت البيت، وأنا بفتح الباب لقيت النور شغال. استغربت إن جوزي صاحي في الوقت ده. دخلت الأوضة وشفت أغرب حاجة كان ممكن أتوقعها. شفت جوزي قاعد مع سارة في بيتي. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي عيني شايفاه. فضلت أصوت وأقول لها: بتعملي ايه في بيتي؟ انطقي، ردي عليا. ردت عليا بكل برود وقالت لي: اهدي يا مروة، انا ما بعملش حاجة غلط، ده جوزي على سنة الله ورسوله. كانت الدنيا بتلف بيا ومش مصدقة اللي بسمعه، وقلت لها بعصبية: جوزك ازاي؟ انتي متجوزة؟ قالت لي: انتي ما تعرفيش صحيح، انا وجوزي اتطلقنا، وبعد لما شهور العدة خلصت جوزك اتجوزني، وما حبيناش نقولك عشان ما تزعليش واخرب بيتك. مسكتها من شعرها وفضلت اضرب فيها بكل قوتي واقول لها: يا خطفت الرجاله، ما كنتش اتخيل في يوم من الايام انك تعملي فيا كده. وانت ازاي تتجوزها وترميني انا وعيالك بالشهور؟ ازاي تعمل فيا كده؟ ازاي قلبك طوعك تخرب بيتنا بايدك؟ وفضلت اصوت لحد ما اغمى عليا وفقدت الوعي. صحيت لقيت نفسي في المستشفى، وبابا جنبي فضل يطبطب عليا ويهديني. ما كنتش قادرة اتلم على اعصابي وحاسة اني بحلم. وبعد لما خرجت من المستشفى اتطلقت منه ورحت اعيش في شقتي. مهما كان ما كنتش عايزة اتقل على اهلي. وطبعا بعد ما كشفتهم سارة عزلت من الشقة وما بقتش اشوفها. عشت ايام صعبة جدا، كنت مصدومة وما عنديش ثقة في اي حد. قررت ما ضيعش وقتي اكتر من كده واعيش لعيالي وبس. ونزلت اشتغلت عشان اصرف علينا، والحمد لله ربنا كان منزل على قلبي صبر وقدرت اتخطى اللي حصل لي. وفي يوم كنت قاعدة بروق الشقة ووقعت الانتيكة بالغلط، واول لما وقعت لقيت ورقة خارجة من الجزء الداخلي كانت مليانة اعمال. اتخضيت اول ما شفتها واتصلت على بابا بسرعة وحكيت له، وجاب لي شيخ وجالي. الشيخ قال لي ان ده سحر معمول بخراب البيت والتفريق. كنت هتجنن، معقول الصفحة اللي اشتريت منها تكون بتعمل اعمال؟ طب مين اللي عمله؟ حاولت اجيب البيج تاني لكن ما لقيتش ليها اي اثر، ولا حتى الشات كان موجود. كنت مستغربة ومش مصدقة. الشيخ حاول يفك السحر ونصحني ان التزم بقراءة القرآن وتحصين النفس يوميا، وكمان قراءة سورة البقرة. وفعلا بدأت انتظم عليهم، والحمد لله حسيت ان حياتي بدأت تهدى وتستقر. ولأن ربك ما بيرضاش بالظلم اكتشفت ان اللي عمل لي السحر هي سارة، ولأنها عارفة تفاصيل حياتنا وكانت يوميا معانا، وعرفت ان اكتر حاجة بحبها هي الانتيكات، والبيدج اللي بتباعها هي في الاساس بتعمل اعمال. ولما البيدج بعتتلي هي اصلا اللي كانت مكلماهم ومجهزة معاهم العمل. طبعا هي اللي حكت لي كل الكلام ده بعد سنة من انفصالي. سارة عملت حادثة كبيرة قوي واتطلقت من جوزي، وطلبت ان اسامحها، وقالت لي ان كل اللي عملته بسبب انها كانت بتغير مني ومن حياتي، وكانت كمان بتحب جوزي من زمان وبتحقد عليا. رفضت اسامحها لان دي اكتر انسانة دمرت حياتي، اكتر انسانة اللي كنت بثق فيها غدرت بيا. وكانت اكبر درس اتعلمته في حياتي وهي ان عمري ما افتح بيتي ولا قلبي لحد، واحط حدود في التعامل، وما اعملش مكانة لاي شخص في حياتي، واتوقع اي حاجة من اي شخص، لان الدنيا حقيقي ما بقاش فيها امان، واللي جوه النفوس يخض ربنا يكفينا شرهم. دلوقتي بعد انفصالي عن جوزي بسنة و5 شهور طلب ان ارجع له وننسى كل اللي فات ونبدأ صفحة جديدة في حياتنا عشان خاطر عيالنا. وانا من كتر صدمتي فيه مش عارفة اديله فرصة فعلا ولا حتى ابعد عنه. تنصحوني بايه؟ لان حقيقي مشتتة جدا ومش عارفة اخد قرار.